حكاية النهاردة فيها حكمة مهمة وهتعلمنا درس بجد، والحكمة هتعرفوها وانتوا بتسمعوها. والحكاية بتبدأ بزوجين كبار في السن اسمهم ألين وميري، وبيكونوا رايحين يشتروا بيت جديد. ولما بيروحوا مع السمسار بيبدأ يشرح لهم مميزات البيت ويقول لهم قد ايه هو كبير وواسع والشمس فيه قوية، ومش بس كده ده كمان فيه فتحة سحرية. ايوه ما تستغربوش، وطلب منهم يجربوا معاه الفتحة السحرية دي، بس نبه عليهم ان لازم الفتحة تكون مقفولة وهم نازلين فيها عشان ما تفقدش قوتها. ميري كانت خايفة تجربها، لكن السمسار شجعها وبنلاقي ان الفتحة دي بتطلعهم على البيت تاني. وبعدها السمسار بيقول لهم ان الفتحة السحرية بتصغر 3 ايام وبتقدم الوقت 12 ساعة كمان. طبعا بينهم وبين نفسهم قالوا هو ده كلام؟ ده اكيد جنان. بعدها بيكون في عربية قديمة قوي مركونة قدام البيت، ولما ألين بيعلق عليها السمسار بيقول له انه ممكن يشيلها لو مش عايزها. واخيرا ألين بيشتري البيت بمبلغ كبير وبيبدأوا يظبطوه ويفرشوه. بالليل ميري بتطلب من ألين يقوم معاها عشان تجرب الفتحة السحرية، بس هو بيقول لها اهدي كده واقعدي، انا تعبان طول اليوم. فبتسيبه وبتروح هي تجربها. ميري كانت بتعمل كده عشان كان نفسها ترجع شباب تاني، وبتحط تفاحة بايظة عشان تعرف هل الفتحة السحرية ليها تأثير فعلا ولا لأ. وبعدها بنشوف ألين والمدير بتاعه في الشغل ومراته جان، وهم واقفين يتفرجوا معاه على البيت الجديد. ولما بيسألوا عن ميري بيقول لهم إنها في البيت من جوه. ميري كل شوية تجرب الفتحة، ولما طلعت سمعتهم هم بيسألوا عليها، فقالت تخلي عندها ذوق وتقعد تتعشى معاهم، ما هم في بيتها برضه، ما ينفعش تسيبهم كده. وعلى الأكل ألين كان عايز يقول على الفتحة السرية اللي في البيت، لكن ميري بتوقفه في الكلام، وبعدها بيخلصوا عشاء وبيمشوا. وبعدها بنشوف ميري وهي قاعدة وماسكة صورة وهي صغيرة وفي عز شبابها، وبتركب مراية عشان كل ما تنزل في الفتحة السحرية تشوف التغيير اللي هيحصل عليها. لكن بالليل بتتخانق مع جوزها عشان بيقول لها ان هي مشغولة بالفتحة السحرية وده مش صح، وانه قريب هيقفلها. لكن هي بتزعق معاه وبتسيبه وتمشي، وبتكمل برضه اللي بتعمله، ولا حياة لمن تنادي مع الأخت ميري. تاني يوم في الشغل مدير ألين بيطلب منه يروح معاه تدريب الضرب بالسلاح، ولما بيروح معاه بيعرف قد ايه هو شخص بيحب بس يكون مسيطر على اللي قدامه، انه كمان متضايق من ألين عشان حاسس انه احسن منه ورأيه دايما صح، خصوصا لما سأله ألين عن مفهوم الراجل، وقال له ان الراجل الصح هو اللي بيشيل البندقية صح وبيعرف ينشن بيها. وطبعا الرد ده ما عجبش ألين، ويا ريت حتى المدير عرف يمسك البندقية، ده لما جاي يضرب بيها معرفش يتحكم فيها ووقعت منه، وبعدها خبطته في مكان خطير وفضل يزعق في كل الموجودين، بس كلنا فاهمين انه بيداري على خيبته. بعدها قرر انه يسافر عشان يتعالج، بس قبل ما يسافر طلب من ألين انه يخلي باله من حبيبته جان، وانه يديها المفتاح بتاع البيت. ولما بيروح لها ألين وبيقول لها انه سافر في شغل مهم، وهي بتقول له انها مش مصدقاه، لكن هو بيكون عمل اللي عليه ووصل لها المفتاح وبيسيبها وبيمشي. لما بيوصل ألين البيت مش بيلاقي ميري، وبيحاول يتصل بيها لكن مش بترد عليه، فبيسيب لها رسالة يسألها فيها هي فين، وانه ما بقاش يشوفها خالص. وبنشوف ميري لما بتصحي ألين وبتسأله عن التفاحة اللي في ايديها شايف فيها اي عفن، فبيرد وبيقول لها لا، وبيقول لها كمان انه متضايق منها عشان تقريبا ما بقاش يشوفها، وانها اتغيرت وما بقتش زي الاول، وانها كل شويه تنزل الفتحه السحريه دي وده ما ينفعش. لكن ميري بتحاول تقنعه ان هم معاهم كنز لازم يستغلوه صح، وان الفتحه السحريه فرصه كبيره عشان يرجعوا شباب. لكن ألين بيقول لها ان كلامها غلط وما ينفعش حد يغير في الطبيعه، لكن هي مش بتقبل الكلام وبتقول له ان هو كبر في السن. وطبعا الكلام ما بيعجبهوش وبيضربها بالقلم، وبعدها بتحاول تتكلم معاه لكن هو بيسيبها ويقوم ياكل. لكن طبعا ميري هانم ما عملتش اكل عشان طول الوقت قاعده في الفتحه السحريه. ألين بيمسك التفاحه ياكلها عشان جعان، لكن مجرد ما بيقطمها بيلاقيها معفنه وفيها نمل، فبيتخض ويرميها على الارض، وبيروح تاني يوم المستشفى عشان يطمن على نفسه. لكن ألين بتقول له انه مكبر الموضوع وعادي ان التفاحه تعفن، وده حصل بالصدفه مش من الفتحه. لكن ألين بيحذرها وبيقول لها ان ممكن يحصل لها زي ما حصل مع التفاحه، وبيقول لها انها ممكن ترجع شباب لكن من جواها هتعفن زي ما التفاحه عفنت. وبيقول لها كمان تسيب نفسها للطبيعه وللحياه زي ما هي. لكن هي بتتعصب، ولما بتوصل البيت بتدخل المطبخ وتمسك السكينه وتهدده بيها، وبتطلب منه يبطل يقول لها كده ويبطل يقلل من اللي هي بتعمله. فطبعا بيخاف على نفسه وبيبعد عنها، لكن هي بتسيبه وبتروح للفتحه. لكن هو من خوفه عليها بيروح لها وبيقول لها ترجع عن اللي بتعمله، بس بتسيبه وبتنزل. تاني يوم بنشوف المدير وهو بيعمل عمليه، وبيطلب من ألين يجيب له هديه عشان عيد ميلاد حبيبته. ولما بيساله اجيب لها ايه بيقول له معرفش، اي هديه هاتها عشان مش ناقص مشاكل، انت عارف البنات وقفشاتهم. بعدها ألين بيشوف شنطه بتعجبه فبيجيبها، وهو خارج بيشوف السمسار اللي جاب لهم البيت، فبيروح له وبيساله هي الفتحة السحرية ممكن يكون ليها تأثير على القوة العقلية؟ فبيقول له السمسار إن الفتحة ممكن تعمل لهم مشاكل كتير، وإنهم لازم يستخدموها بالعقل،
يعني الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. بعد ما بيدي جان الهديه بيرجع لميري واللي لسه بتنزل في الفتحه السحريه عشان عايزه تصغر وتشتغل عارضه ازياء، وفعلا الفتحه السحريه بتبدا تجيب معاها نتيجه، وبنشوف ميري لما بتغير قصه شعرها وهو حاجه من ضمن التغيير اللي بيحصل لها. بعدها بيوصل للمدير على خير، وكان هو وألين بيصلحوا العربيه، لكن ما نعرفش ايه اللي حصل خلى العربيه تولع. هو زعل في الاول لكن بعد كده قرر يسهر مع بنت تانية غير حبيبته عشان يروق على نفسه، وبيكون معاه ألين وميري. وبعد كده المدير بيتجوز من البنت اللي اتعرف عليها، لكن هما يومين وبتشوفوا مراته وهو بيعاكس السكرتيره بتاعته، فبتتغاظ منه وبتكسر له العربيه. بصراحه عندها حق، دول لسه في شهر العسل. ألين كل ما يحاول يقفل الفتحه السحريه ميري تمنعه، ومع انها فعلا صغرت لكن هنقول ايه في الطمع، عايزه برضه تصغر اكتر. وبصراحة ألين تعب من كتر الكلام فقرر يسكت ويكمل حياته معاها وخلاص. بعد ما ميري رجعت شباب بتروح تقدم في شغل عارضة أزياء لكن مش بتتقبل، فبترجع البيت وهي متعصبة وبتفضل تكسر في كل اللي قدامها. وبعدها بتنزل الفتحة لكن بتتعب، وألين بيطلب الإسعاف وبتروح المستشفى، ولما بتوصل بتقرر إنها تنتحر عشان بعد ما عملت كل ده برضه ما اتقبلتش، وفعلا بتاخد حتة إزاز وبتعور نفسها، لكن اللي صدمها إنها شافت نمل طالع من إيديها. وساعتها افتكرت كلام ألين لما قال لها إنها ممكن تصغر من بره لكن هتعفن من جوه زي التفاحه، وبتفضل تلوم في نفسها عشان ما سمعتش كلام جوزها. وفي الاخر بنشوف ألين وهو قاعد وحيد مع الكلب بتاعه وزعلان على اللي حصل لميري. وهنا بنعرف الحكمه اللي قلنا عليها في البدايه، وهي اننا ما نتدخلش في الطبيعه ونسيب كل حاجه تمشي بمعدلها الطبيعي، لان مهما حاولنا برضو النتيجه هتبقى واحده، وهي ان الطبيعه هتمشي زي ما هي. وحكايتنا خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكايه فيلم جديد. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكايه جديده. ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو زيكم عشان بيشجعني جدا اني اكمل.